على مصر ونيلها، السلام على أرض مصر وسمائها، السلام على مصر ومن فيها، السلام منا أتى إليكم سلاما، والسلام منكم علينا سلاما، ثم السلام إليكم يعود سلاما، سلاما قاله الله السلام، ادخلوها بسلام إن شاء الله آمنين، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، زمجر قلمي حينما هم بالكتابة عن مصر وأهلها، فانتشى وشدى، ثم أبرق وأرعد، فانهمرت مزنه من على ضفاف كلية القادة والأركان حبا وصدقا. قارنت مصر بغيرها فتدللت، وعجزت أن أحظى لها بمثيلي. هذه الحضارة معجزات في الورى، عقم الزمان بمثلها كبديل. رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. هذه عناية قادر خصت به مصر لتبقى موضع التفضيل. يا مصر، يا مصر، يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل. ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في يوم مبارك على أرض مباركة في صرح شامخ ومبارك. أهلا بكم في أرض الزمان والمكان والإنسان. أهلا بكم في حامية الإسلام وراعية السلام ومنارة العلم والحضارة. أهلا بكم في مصنع القادة وعرين الأبطال. من أين نبدأ الكلام وكيف نلقي عليك يا مصر السلام قبل وقفة الاحترام؟ لأن في عينيك الأيام والأعلام والأقلام والأعوام. يا مصر، أنت كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. يا ركب المحبين، أينما حللتم وارتحلتم وذهبتم وأقبلتم، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. هنا مصر، هنا مصر التاريخ، دنيا للقادة والسادة، ديوان للكتاب والأصحاب، محراب للعباد والأمجاد، علماء، خطباء، أدباء، كرماء، أوفياء. السيد الفريق أول صدقي صبحي، أيها الجمع الكريم، هنا خير أجناد الأرض، هنا مصر، قدمنا إليها متلهفين، وها نحن نغادرها مشتاقين محبين، محملين بصداقة الرجال الأوفياء ونبل الأبطال الكرماء، متسلحين بالعلم والأمل، مثقلين بالذكريات التي استقر جمالها في عمق القلوب بعد عام كامل من الجد والعلم والعمل قضيناه في هذا الصرح الشامخ لتعلم فنون الحرب الحديثة برا وبحرا وجوا. أيها الحفل الكريم، ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر، لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. وقبل الختام، اسمحوا لي في تقديم باقات شكر وعرفان ووفاء. الباقة الأولى للسيد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فله منا الشكر الجزيل على دعمه وتوجيهاته وتشريفه حفلنا هذا. كما نشكر السيد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للكلية، على ما قدمه من دعم واهتمام. الباقة الثانية لكلية القادة والأركان، أعضاء هيئة التدريس والسادة المستشارين وجميع منسوب الكلية، وعلى رأسهم السيد اللواء أركان حرب عبد المنعم عبد الحميد إمام، على ما قدموه من تعليم وتدريب وتوجيه ورعاية واهتمام. الباقة الثالثة لأشقائنا وزملائنا الدارسين المصريين، أحفاد أبطال عين جالوت والعاشر من رمضان، على العون والمساندة والنبل والمساعدة والأخوة الصادقة. أما الباقة الأخيرة إلى شهداء مصر الأبطال وشهداءنا في كل مكان، الذين قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن ونالوا وسام الشهادة، فلهم منا الوفاء والدعاء بالرحمة والغفران. جمعنا المبارك، مسك الختام، سلام على مصر في الآخرين،
لأنها كانت خزانة المسلمين ومدد المجاهدين وسلة الخبز للجائعين ومقبرة المستعمرين. بوركت يا مصر، بوركت يا مصر يا أرض السنابل ويا روض الجداول. مصر سقاها الله الغيث المدرار وحماها من الأخطار وصانها من لوثة الأشرار. اللهم إنا نستودعك مصر وأهلها وأرضها وسماؤها. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام واجعل مصر آمنة مؤمنة مطمئنة. وختاما، شكرا لمصر أرضا وإنسانا، شكرا وفاء، شكرا صدقا، شكرا حبا. وكل عيد ومصر وأوطاننا بخير ونصر وشموخ. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.